السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكورين على الحضور ديالكم هذا الحدث الفني اللي عندنا اليوم، واللي كتنظموا جمعية شمس للكفيف والمبصر بمدينة بني ملال بدعم من وزارة الثقافة. هذا الحفل هذا اليوم كيجي تتويج لمجموعة من الأعمال اللي كتقوم بها الجمعية، ترفيهية تربوية وتعليمية وإلى ما غير ذلك. اليوم غادي نتحدثوا غير على هذا الحفل. هذا الحفل واللي هو مهرجان كما قلت سلفا. فمن غير باش نكونوا واضحين ان المدينه تاع بني ملال كتحتاج لهذا الشيء. علاش حنا ارتئينا باش جمعيه شمس تكون بوابه لمجموعه من المواهب الفنيه، واختارينا هذا الشيء حنا لان مدينه بني ملال كتحتاج بحال هذه الانشطه الترفيهيه، لكن صراحه ضروري ما كتكون معيقات. وما يؤسفنا هو عدم تجاوب المسؤولين ديال الجماعات الترابيه، غير المجلس الاقليمي بوحديته هو اللي قدم لنا يد المساعده في هذه المساله هذه وفي هذا النشاط هذا. ولكن حنا كنستنكروا بحال هذا الشيء هذا، لان حنا كنخدموا لصالح هذه المدينه، ودائما كنجيبوا افكار اللي هي جديده. فالفكره ديال المسابقه في صنف الاغنيه العربيه والغربيه ماشي كدار كل سنه ولا كدار كل شهر، فهذه مسألة بادرة أولى من نوعها، لربما بهذا الشكل هذا ديال مهرجان، وباش يحضروا لي وسائل الإعلام وباش أنه يكون إشعاعي أكثر. كنتمنى لأن طلبناها مرارا وتكرارا من الناس المسؤولين باش أنهم يمدوا يد العون وما يبقاوش كيتعاملوا مع الجمعيات الخاصة بالإعاقة بطريقة إحسانية. فبالعكس حنا كنخدموا وهذا الشيء هذا راه كيبان لكم نتوما وكيبان للرأي العام، والدليل على ذلك هو الحضور المكثف ديال الناس اللي غادي يكون اليوم. وشكرا، ومره اخرى كنأكد بانه حنا راه كنعملوا كنخدموا، ماشي كنسعاو باش نبقاو كنتعاملوا دائما بالطرق ديال الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.